الناس اللي بتتكلم على النادي الاهلي وبتقول لك الاهلي بيجيب صفقات بالمليارات وبتاع وبتجيب الفلوس دي منين؟ بالله عليك ما تلبس توب الفضيله عشان انت مفضوح. انت مفضوح، واكبر نادي في مصر عنده فساد. انا عايزك تقول لي مين اللي جاب سامسون ايكلونا، ومين اللي جاب ابراهيم امباي، ومين اللي جاب الجفالي، ومين اللي جاب مصدق. الجفالي ده يا جماعه ما لمسهاش، عنده اصابه مزمنه، اصابه مزمنه في العمود الفقري، مش هيلمسها. مين اللي جاب الناس دي كلها؟ مين اللي جاب؟ انا عايزك تقول لي مين اللي جاب الناس دي كلها، والفلوس اللي عماله تترمي على الارض دي جايه منين؟ ومين بيحاسبك؟ مين بيحاسبك انت؟ ما بتتكلمش ليه على بيراميدز اللي جايب لعيبه بمليارات، وكان معمول اصلا مكايده في النادي الاهلي عشان يوقع النادي الاهلي، بس ما عرفش يوقع النادي الاهلي. انت لو معاك فلوس ولما كان معاك فلوس رحت خدت عبد الله السعيد ب 40 مليون جنيه من قلب النادي الاهلي، ورفعت سقف الرواتب، وانت السبب في ده كله. فما تجيش تتكلم وتقول لك وتعيش دور الفضيله وتلبس ثوب الفضيله عشان انت مفضوح. احنا عاملين لكم خرم في دماغكم، الاهلي ده والله العظيم عامل لكم خرم في دماغكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، ابعتها له علشان معموله له. سلام.